أهلا بيكم في استكشاف جديد معانا النهاردة. بنفتح سوا صفحات من كتاب لافت جدا للنظر اسمه إكستاسي 75 يوم للمؤلف عبد الهادي الأمشان. أهلا بيكم بكل اللي بيسمعونا. فعلا كتاب مثير للاهتمام. بالضبط، إحنا معانا مقتطفات اخترناها بعناية من الكتاب ده، وهو عبارة عن تأملات يومية، يعني خواطر عن رحلة الحياة بتقلباتها بقى وصعوباتها وجمالها. أيوة، زي يوميات تأملية كده. تمام. ومهمتنا سوا النهاردة هي إننا نحاول نستخلص أهم الأفكار، الرسائل العميقة اللي بيطرحها الكتاب ده عن رحلة الإنسان مع نفسه، تحدياته، رحلة الشفاء كمان، وإعادة اكتشاف الذات. موضوعات وجودية وعميقة بصراحة. جدا. والعنوان نفسه إكستاسي، يعني نشوة أو سعادة غامرة، ده لوحده بيخلينا نسأل، هل المحتوى فعلا بيوصل للمعنى ده؟ يعني هل هي سعادة مباشرة وسهلة ولا الطريق ليها مختلف؟ بالظبط. هل يمكن الطريق للنشوة دي زي ما الكتاب ممكن يكون بيلمح لازم يمر الأول بمناطق تبدو يمكن مظلمة أو صعبة شوية؟ ده سؤال مهم. خلينا نشوف إيه اللي ورا العنوان ده ونحاول نفككه سوا. البداية من اليوم الأول، ده عالمي. الكاتب بيعرفنا كده على عالمه الخاص وبيقول إن كل يوم فيه كشف جديد، وإن الحياة أصلاً سلسلة من الاكتشافات. بداية قوية بتحدد نغمة الكتاب. فعلاً. وعالمه ده زي ما بيقول بيدور حوالين حاجات زي الشفاء، الغفران، النهوض، التغيير، النمو، الحب والمساعدة. كلام جميل، لكن اللافت كمان هو تركيزه الواضح والمباشر على فكرة الظلام اللي جوانا. أيوة، الظلام اللي ممكن يستهلكنا زي ما بيقول. ودي نقطة يعني جريئة شوية كبداية. اللي لافت أكتر كمان في البداية دي هو فكرة إن الصفاء أو النور ممكن نلاقيه في قلب الظلام نفسه، مش لازم نهرب من الضلمة عشان نشوف النور. دي فكرة قوية، يعني القبول مش الهروب. بالظبط. الكتاب كأنه بيلمح لفكرة إن التجارب الإنسانية حتى المؤلمة قوي منها هي تجارب عالمية، مش أنا لوحدي اللي بمر بيها. السؤال الوجودي اللي بيطرحه كتير مننا، ليه أنا؟ ليه بيحصل لي أنا كده؟ الكتاب كأنه بيقدم إجابة فيها طمأنينة شوية. إيه هي الإجابة دي؟ إنه كل حاجة بتحصل لسبب، حتى لو السبب ده مش واضح دلوقتي، هنكتشفه بعدين مع الوقت. كأنها دعوة لتقبل الغموض وما نستعجلش في فهم كل حاجة بتحصل لنا أول بأول. الصبر يعني. فعلا فكرة تقبل الغموض دي ممكن تكون هي نفسها صعبة على ناس كتير. وبعدها على طول في اليوم الثاني، اليوم الذي فقدت فيه نفسي، بيواجهنا بفكرة يعني قاسية شوية. أيوة، فكرة إن الواحد ممكن يوصل لمرحلة يحس إنه فقد نفسه تماماً، ضايع. بالظبط. ممكن يكون ده بسبب صدمة زي فقدان حد غالي، أو خيانة مثلا، أو حتى نتيجة إنه بيحاول يرضي كل الناس اللي حواليه على حساب نفسه. الشعور ده لوحده مرعب بصراحة. مرعب ومؤلم جداً. لكن الكتاب بيقدم بعدها أمل، مش مجرد إنك هتستعيد نفسك القديمة اللي راحت دي، لا. بالظبط كده، ودي نقطة مهمة جدا جدا. النص مش بيتكلم عن مجرد استعادة للنسخة القديمة اللي ضاعت، لا، بيتكلم عن تحول وولادة نسخة جديدة. نسخة جديدة؟ إزاي يعني؟ نسخة أقوى، يمكن أكتر حكمة. نسخة اتعلمت الدرس كويس ومش هتسمح لنفسها تضيع تاني بنفس السهولة أو لنفس الأسباب. يعني الألم هنا مش نهاية الطريق. لا، ده بداية طريق جديد. أيوة، هو المحفز الأساسي للنمو وإعادة تشكيل الذات بشكل أعمق وأكتر وعي. يمكن الفقدان هنا بيتحول لمكسب، بس مكسب من نوع مختلف خالص. كلام جميل قوي. طيب، إزاي بقى بتبدأ عملية إعادة التشكيل دي؟ يعني هل هي مجرد قرار باخده وخلاص؟ الكتاب في اليوم الرابع، مين كنت قبل ما يخونوك، بيقدم خطوة عملية شوية. إيه هي الخطوة دي؟ بيطلب مننا نفتكر نفسنا قبل ما نمر بالتجارب الصعبة دي اللي غيرتنا. مين أنا كنت قبل الخيانة دي تحصل؟ الشخص اللي كان بيثق بسهولة، يمكن اللي قلبه ما كانش لسه اتكسر. كأنه بيقول إن جزء من استعادة النفس هو إننا نرجع نتصل بالنسخة الأصلية دي. امم هي دعوة لاستعادة الاتصال بالجذور الأصلية، بس خلي بالك، مش بهدف إننا نحن للماضي أو نقعد نعيط عليه، لا. أمال الهدف إيه؟ الهدف إننا نستخدم ذكرى الشخص اللي كنا عليه ده كبوصلة. نسأل نفسنا، هل التجارب الصعبة دي هدمتنا وخلتنا أسوأ؟ ولا ممكن نستخدمها كوقود عشان نرجع أحسن ونبني نسخة أقوى وأكتر وعي من نفسنا القديمة؟ يعني الاختيار في إيدينا. تماماً. الكتاب هنا بيحط المسؤولية علينا إحنا. تأثير التجربة الخارجية ده حتمي وهيحصل،
لكن رد فعلنا واختيارنا للتعامل معاها هو اللي بيحدد مصيرنا في الآخر. هل هنسمح للحدث ده يهدمنا ولا هنبني فوق الأنقاض دي حاجة جديدة وأقوى؟ ده بينقلنا بشكل طبيعي للمحور الثاني، وهو مواجهة الصراعات اللي بنعيشها، سواء الصراعات دي جوانا أو مع العالم الخارجي. اليوم الثالث، أشباح الماضي هتفضل تطاردك. التعبير ده لوحده قوي بصراحة. فعلا، أشباح الماضي تعبير قوي ومعبر. بيتكلم عن إزاي الماضي ممكن يتحول لعبء تقيل قوي، وإزاي التفكير المستمر فيه ممكن يدخلنا في حلقة مفرغة من الألم والندم، زي ما النص بيسميها endless loophole. دايرة مغلقة ما بتخلصش. بالظبط. الحل بقى اللي بيقدمه النص جريء شوية، بيقول نتجاهل الأشباح دي ونمشي لقدام، عشان المستقبل هو اللي يستاهل تركيزنا وطاقتنا. استعارة الأشباح قوية لأنها بتجسد الطبيعة غير الملموسة دي بس المؤثرة جدا للماضي. وفكرة الحلقة المفرغة بتوضح خطورة الاجترار النفسي، إن الواحد يقعد يلف ويدور في نفس الأفكار والمواقف القديمة. صح؟ بس هل التجاهل ده هو الحل الأمثل دايماً؟ ده سؤال مهم، ممكن يكون مفيد عشان نوقف النزيف اللحظي، يعني نوقف الألم دلوقتي. لكن تجاهل الأشباح دي تماماً ممكن يخليها ترجع أقوى بعدين، مش كده؟ يمكن المقصود هنا هو عدم السماح للماضي إنه يشل حاضرنا تماماً، أكتر من إنه دعوة للإنكار الكامل. يعني نتعامل معاه بحكمة، مش نتجاهله تماماً. ممكن. الرسالة الأساسية واضحة في رأيي، تركيز طاقتنا على اللي نقدر نغيره اللي هو المستقبل، بدلاً من اللي مستحيل نغيره اللي هو الماضي خلاص. كلام منطقي. وفكرة التجاهل دي ممكن توضح أكتر في اليوم التاسع عشر، حرب شغالة جوه دماغي. الوصف ده دقيق قوي للصراعات الداخلية اللي بنمر بيها، اللي صعب أحياناً نوصفها لحد أو نشرحها لحد. أيوة، الشعور بالوحدة في المعركة دي، كأنك بتحارب لوحدك جوه راسك. والإرهاق الذهني والنفسي اللي بيصاحبها. بس اللي لفت نظري هنا إنه مع الاعتراف بكل ده، النص بيشدد قوي على ضرورة المقاومة. ما نسمحش للجانب التاني ده، الجانب السلبي يعني، إنه ينتصر. التصوير هنا عميق جدا لمعركة داخلية غير مرئية للناس، ونقطة الوحدة دي أساسية فعلا. كتير بنحس إننا لوحدنا في صراعاتنا دي، والأجمل كمان هي اللمسة الاستراتيجية اللي بتقول عليها إنه مش مجرد انتصار وخلاص. لا، الهدف مش مجرد الانتصار بأي شكل أو بأي تمن، لكن الانتصار مع محاولة تقليل الأذى لنفسنا قدر الإمكان. دي حكمة مهمة قوي بصراحة، يعني مش حرب استنزاف داخلية تدمرنا في سبيل الانتصار، لا. إدارة للصراع بوعي. بالظبط، إدارة للصراع بوعي بحيث نحافظ على سلامتنا النفسية قدر المستطاع. فيها دعوة للرفق بالذات، نكون حنينين على نفسنا حتى وإحنا في عز المعركة دي. الرفق بالذات ده بيظهر تاني في التعامل مع اليوم الثامن. فلاش باك بيوصف إزاي ذكرى مؤلمة قديمة أو كلمة انتقاد اتقالت زمان ممكن فجأة كده ترجع تهجم علينا. الفلاش باك ده مؤلم قوي جدا. يغير مودنا في ثواني، ويفقدنا ثقتنا في نفسنا للحظات أو يمكن ساعات، كأن الماضي اللي كنا لسه بنتكلم عنه بيلاقي طريقة يرجع بيها تاني. دايماً بيلاقي طريقة. الحلول المقترحة هنا بقى متنوعة. بيقول التصالح مع الماضي، وده عكس التجاهل اللي كنا بنتكلم فيه. نستكشف عالمنا الداخلي بعمق، نهتم بنفسنا بأبعادها المختلفة، الجسم والعاطفة والعقل. وكمان مهم نبني بيئة خارجية حوالينا تكون محفزة ودعمانة لينا. هنا الصورة بتتضح أكتر فعلاً، مش تجاهل بمعنى إنكار، لكن تصالح. الكتاب بيأكد إن المعارك دي غالباً بتكون جوانا والناس مش شايفاها، عشان كده مفاتيح الحل برضو لازم تيجي من جوه بالأساس. زي إيه؟ زي التعاطف مع الذات بدل ما نجلدها ونلومها طول الوقت، محاولة فهم جذور الفلاش باك ده جاي منين وليه بيظهر دلوقتي، وتغذية النفس بعناية شاملة زي ما النص بيقول، وخلق محيط إيجابي حوالينا بيساعدنا نقلل الحاجات اللي بتسبب الفلاش باك دي، أو على الأقل يوفر لنا دعم لما تحصل. التركيز كله على بناء حصون داخلية قوية. كلام مهم قوي. طيب ننتقل للمحور الثالث اللي بيظهر كتير في المقتطفات اللي معانا دي، العلاقات والتواصل، أو حتى غيابه وأثاره المدمرة أحيانا. بداية مع اليوم الخامس، ما تخليش حد يسرق قلبك. عنوان قوي تاني، يسرق قلبك. بالظبط. والسؤال اللي بيطرحه هنا مثير للتفكير بصراحة. بيقول هو القلب فعلا بيتسرق، ولا إحنا اللي بنفتح الباب وبنسلمه بإيدينا؟ وهل الشخص اللي خد القلب ده يستاهل أصلا المكانة دي كلها؟ كأنها دعوة للوعي والحذر
في إزاي ولميل بنمنح مشاعرنا. استعارة سرقة القلب دي بتخلينا نفكر في دورنا إحنا ومسؤوليتنا في العلاقات. هل إحنا مجرد ضحايا سلبيين بيحصل فينا كده، ولا إحنا لينا دور وشريك في اللي بيحصل؟ أكيد لينا دور. الكتاب بيوجهنا أكتر نحو فكرة تقدير قيمة الذات، مش الفكرة إننا نحمي القلب بإننا نقفله تماماً على نفسنا وما نتعاملش مع حد، لأ، لكن يكون عندنا وعي بقيمته وما نمنحوش بسهولة كده لأي حد، خصوصاً لو حد مش هيقدره أو ممكن يستغله. النص بيستخدم تعبير جميل إن القلب مقدس، وده بيدي ثقة الكبير لفكرة الحفاظ عليه وعدم الاستهانة بيه. بس هنا بيجي سؤال، هل فكرة إن القلب مقدس دي ممكن تخلينا حذرين زيادة عن اللزوم؟ يعني يمكن ده يخلي بناء علاقات جديدة صعب شوية؟ خصوصاً لو الواحد مر بتجربة صعبة زي اللي بيوصفها اليوم ال18، الثقة هشة. ودي حقيقة، الثقة فعلاً هشة جداً. النص هنا بيتكلم عن إن كسر الثقة بيعمل ضرر كبير، وضرر ممكن يكون دائم للأسف، بيخلق مشاكل ثقة في النفس وفي الآخرين، ممكن تستمر حتى لو الشخص حاول يبدأ من جديد مع حد تاني. دي نقطة بتوضح التوازن الصعب اللي بنتكلم فيه. من ناحية لازم نقدر ذاتنا ونحمي قلبنا، ومن ناحية تانية التجارب السلبية زي كسر الثقة دي ليها أثر عميق وممكن يستمر. استخدام تعبير زي ضرر أبدي أو eternal damage في النص الأصلي بيوضح قد إيه الاستهانة بثقة الآخرين دي حاجة خطيرة. الأثر مش لحظي يعني؟ لا طبعاً، ممكن يمتد ويأثر على قدرتنا على بناء علاقات صحية في المستقبل، وده بيحط مسؤولية كبيرة على الطرفين. اللي بيمنح الثقة لازم يكون واعي، واللي بيستقبلها لازم يكون أمين عليها. طيب لو الثقة دي ما اتكسرتش الحمد لله، أو لو الواحد قرر إنه يبني علاقة صحية بعد تجربة صعبة، إيه الوصفة بقى؟ اليوم ال14 الحب ينمو كل يوم بيقدم إجابة أو خريطة طريق كده. إيه هي الخريطة دي؟ بيقول إن الحب زي النبتة بالظبط، محتاج رعاية مستمرة عشان ينمو ويكبر ويزدهر. والمية والهواء والشمس اللي بيروه هم حاجات زي الولاء، الثقة المتبادلة، الاحترام، التقدير، والشغف كمان. يعني الحب مش مجرد شعور بيجيلنا مرة وخلاص، لأ، ده عملية مستمرة من العطاء والأهد والاهتمام. الوصفة دي بتقدم رؤية نشطة جداً للحب والعلاقات. يعني مش حاجة بنلاقيها جاهزة كده، لأ، دي حاجة بنبنيها وبنحافظ عليها بجهد واعي ومستمر من الطرفين. والمكونات اللي ذكرها النص زي الولاء والثقة والاحترام والتقدير دي فعلاً أعمدة أساسية لأي علاقة قوية وصحية. وكأنها بترد على فكرة حماية القلب. بالظبط، ده بيعمل توازن جميل مع فكرة حماية القلب اللي شفناها قبل كده. إحنا مش بنقفل القلب تماماً، لكن بنختار بعناية مين الشخص اللي يستحق إننا نستثمر فيه الجهد بقى والرعاية المستمرة دي. بس للأسف مش كل العلاقات بتكون متبادلة وسعيدة بالشكل ده. الكتاب بيتناول جانب مؤلم جدا ومنتشر في اليوم ال25، حب من طرف واحد. الموضوع ده مؤلم قوي جدا. بيوصفه بأنه جحيم متنكر، هيلن ديسجايز، تعبير قاسي قوي بيصور المعاناة الداخلية للشخص اللي بيحبه مش لاقي مقابل، عايش على حافة الانتظار والأمل الزائف طول الوقت. الإحساس ده بيمزق الواحد من جوه فعلا. الحل اللي بيطرحه الكتاب يبدو منطقي وعقلاني، لكن تطبيقه أكيد صعب جدا. الاعتراف بالواقع، وإن مش كل حد بنحبه لازم هيبادلنا نفس الشعور. تسليط الضوء على النوع ده من المعاناة مهم لأنه منتشر ومؤلم جدا زي ما قلتي، والتأكيد على أهمية الواقعية هنا هو فعلا مفتاح النجاة من الدوامة دي. التعلق بأمل غير واقعي بيطول أمد المعاناة وخلاص. يعني مواجهة الحقيقة هي الحل. الاعتراف بالحقيقة مهما كانت مرة هو الخطوة الأولى نحو الشفاء واحترام الذات. بدل ما نستنزف طاقتنا ووقتنا في انتظار حاجة مستحيلة، نوجه الطاقة دي نحو بناء حياة أفضل لنفسنا إحنا. وعلى النقيض تماما بقى من الحب من طرف واحد بيجي اليوم ال16، أقوى رابطة، العيلة. النص هنا بيعتبر الرابطة الأسرية دي أعظم نعمة. فعلا نعمة كبيرة. بيقول إنها رابطة فريدة، ما بتنكسرش وما بتتغيرش مع الزمن أو الظروف. حبهم لينا ممتد بلا شروط حتى لو المسافات بعدتنا. دعوة صريحة جدا لتقدير وجودهم في حياتنا كمرصة ثابتة في بحر الحياة المتقلب. الكتاب بيقدم العيلة هنا كملاذ آمن ومصدر استثنائي للدعم غير المشروط، وده بيميزها عن أنواع العلاقات التانية اللي ممكن تكون مبنية على الأخذ والعطاء المشروط أو اللي ممكن تخلص لأي سبب.
النص بيبرز الطبيعة الخاصة جدا للروابط الأسرية زي ما بيصورها، كأنها الأساس الصلب اللي بنرجع له دايما مهما حصل في علاقاتنا التانية بره. فعلا. طيب نروح لمحور رابع بيطرح فيه الكتاب وجهات نظر عن النفس وعن المجتمع كمان. نقطة لافتة جدا وقوية فيه اليوم السادس، الرجالة عندهم مشاعر هم كمان. دي نقطة مهمة أوي ومحتاجة نقاش فعلا. بتتناول قضية مهمة وهي تجاهل المجتمع لمشاعر الرجال، والنظرة السائدة للأسف اللي بتعتبر تعبير الرجل عن مشاعره أو ضعفه ده حاجة عيب أو نقص. والنص بيربط ده بنتائج سلبية زي العزلة والاكتئاب عند الرجال. الدعوة هنا واضحة للفهم واللطف والصبر معاهم. النقطة دي بتقدم تحليل نقدي مهم للأعراف الاجتماعية وتأثيرها المباشر على الصحة النفسية للجميع، مش بس النساء. مش مجرد دعوة للتعاطف السطحي، لأ، دي دعوة لفهم أعمق للجذور الثقافية اللي بتشكل ضغط كبير على الرجالة لكبت مشاعرهم. يعني المشكلة مش في الرجل نفسه بس؟ لا طبعاً، التأكيد هنا على الإنسانية المشتركة، وإن الضعف والاحتياج العاطفي ده جزء طبيعي من التجربة البشرية لكل الناس بغض النظر عن النوع. النص بيحاول يكسر قالب جامد وممكن يكون مؤذي للطرفين، للراجل اللي بيعاني في صمت وللمرأة اللي ممكن ما تلاقيش شريك قادر على التواصل العاطفي الحقيقي. وهل التغيير ده مسؤولية المجتمع بس، ولا مسؤولية الرجل نفسه كمان إنه يكسر القالب ده؟ يمكن اليوم العاشر ساحر الثعابين يلمح لإجابة. إزاي؟ بيتكلم عن الفرق بين التوجيه والإرشاد اللي ممكن يكون مطلوب ومفيد، وبين السيطرة والتحكم اللي بيكون مرفوض. وبيأكد على أهمية إن كل واحد فينا يعيش حياته بقراراته هو، مش يبقى ماشي ورا فلسفات ناس تانية أو متأثر بيهم لدرجة إنه يفقد إرادته، زي الثعبان اللي بيرقص على نغمة ساحر الثعابين حسب تعبير النص. فهمتك. التركيز هنا واضح جدا على مبدأ الاستقلالية الفكرية وتقرير المصير، مش بس في مواجهة سيطرة الآخرين علينا، ولكن كمان في تحملنا إحنا لمسؤولية اختياراتنا وقراراتنا. يعني ما نرميش اللوم على ساحر الثعابين وخلاص. بالظبط، بدل ما نلوم ساحر الثعابين ده اللي هو المؤثرات الخارجية، يعني الكتاب بيدعونا نمسك إحنا الناي بتاع حياتنا ونعزف اللحن اللي إحنا عايزينه بنفسنا. فيها دعوة قوية للتمكين الذاتي والنضج في اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها. ومع اتخاذ القرارات دي طبيعي جدا تيجي الأخطاء. اليوم العشرون آدم وحواء أخطأوا. بيستخدم القصة المعروفة دي عشان يأكد على فكرة استحالة الكمال البشري. محدش فينا ملاك يعني. تمام. الأخطاء مش عيب ولا نهاية العالم، لكنها جزء طبيعي وأساسي من عملية التعلم والنمو في الحياة. المهم مش إننا ما نغلطش أبداً، ده مستحيل. المهم إننا نعترف بأخطائنا ونستفيد منها كدروس، من غير ما ندخل في دوامة عقاب النفس بقسوة شديدة وجلد الذات. ده بيربط مباشرة بفكرة قبول الذات اللي اتكررت كتير في الكتاب. تطبيع فكرة عدم الكمال هو مفتاح أساسي للنمو الصحي. لو كل غلطة بنعتبرها كارثة وبنجلد ذاتنا عليها، طبيعي هنخاف نجرب أي حاجة جديدة وهنتوقف عن التطور والنمو. الرسالة هنا واضحة: احتضن بشريتك بما فيها من عيوب وأخطاء واستخدمها كدروس للمستقبل. ده بيحرر طاقة كبيرة كانت ممكن تضيع في لوم الذات والندم. ومع قبول الضعف والإخطاء دي بتيجي لمسة تفاؤل قوية جدا في اليوم الثلاثون. البشر جنس استثنائي. النص هنا بيحتفي بقدرات الإنسان اللامحدودة، إبداعه، وكونه مخلوق في أحسن تقويم زي ما الآية بتقول. توازن جميل بعد الكلام عن الضعف. جدا. دعوة صريعة لعدم الاستهانة بأنفسنا وبقدراتنا الكامنة جوانا، وتشجيع جريء على تحدي الحدود اللي ممكن نكون حطيناها لنفسنا أو سمحنا للمجتمع إنه يحطها لنا. الرسالة دي بتعمل توازن مهم جدا في الكتاب فعلا. بعد كل الحديث عن الظلام والصراع والضعف، بتيجي النقطة دي عشان تفكرنا بالجانب الآخر المشرق، الإمكانات الهائلة والقدرة على التجاوز والإبداع اللي عند البشر. كأن الكتاب بيقول إن القوة الحقيقية مش في غياب الضعف، لأ، القوة في القدرة على النهوض رغم الضعف وتحقيق الاستثناء رغم كل الصعاب. الأمل والثقة في القدرات الذاتية عنصر أساسي في الرحلة دي. وده بيوصلنا للمحور الأخير اللي هنتكلم فيه، وهو اكتشاف وتفعيل القوة والحكمة الداخلية دي. اليوم 11 النسور بيقدم استعارة ملهمة جدا. النسور بنتعلم منها إيه؟ بنتعلم من النسور دروس كتيرة قوي، زي الصمت الاستراتيجي قبل ما يتحركوا، حدة البصر والتركيز الشديد على الهدف، الصبر وانتظار اللحظة المناسبة للهجوم، والأجمل من كل ده قدرتهم على استغلال العواصف
تحديات الحياة يعني، عشان يرتفعوا بيها لأعلى وأبعد. استعارة النسر دي فعلا غنية وعميقة جدا. كل صفة من صفاته فيها درس ممكن نطبقه في حياتنا. الصمت اللي بيسبق الفعل المدروس، مش الكلام الكتير. التركيز اللي بيمنع التشتت وضياع الهدف. الصبر اللي بيجنبنا التسرع والندم. والأهم فعلا هي الفكرة الثورية دي بتاعة استخدام التحديات لصالحنا. بدل ما العاصفة تكسرنا، بالظبط، بدل ما العاصفة تكسر جناحاتنا نستخدم قوتها عشان نحلق أعلى. الدعوة الصريحة في نهاية النص كن كالنسر هي دعوة قوية لتبني عقلية استراتيجية ومرنة في مواجهة تحديات الحياة. فكرة استخدام العواصف دي فعلا لافتة ومختلفة. لكن الكتاب يرجع تاني لفكرة الضعف بشكل يمكن أعمق. في اليوم 33 خلق الإنسان ضعيفا. بيستشهد بالآية القرآنية هنا عشان يأكد إن الضعف ده جزء أصيل من طبيعتنا البشرية. يعني مش عيب نعترف بضعفنا. تماما. الدعوة هنا لقبول الضعف ده من غير إنكار أو خجل منه، لكن في نفس الوقت من غير استسلام ليه. الهدف مش إننا نفضل ضعاف ونشتكي، لا، الهدف إننا نفهم ضعفنا عشان نقدر نحوله لقوة. هنا بنشوف المفارقة أو البارادوكس اللي بتمثل قلب رحلة النمو في الكتاب ده. في رأيي قبول الضعف هو الخطوة الأولى نحو القوة الحقيقية. إزاي المفارقة دي؟ القوة مش في ادعاء عدم الضعف أو إنكاره ومكابرته، لا، القوة الحقيقية في الاعتراف بالضعف ده وفهمه والتعامل معاه بحكمة. لما نعرف نقاط ضعفنا بنقدر نحميها أو نقويها أو حتى نحولها لمصدر قوة بشكل غير متوقع تماماً. القوة اللي بتيجي من معرفة الذات بعمق بما فيها من ضعف بتكون قوة أصلية ومستدامة، مش قوة مزيفة وهشة. طيب عملياً بقى، إزاي ممكن نوصل للفهم العميق ده للذات، لنقاط ضعفها وقوتها؟ اليوم 48 في خضم العزلة بيقدم إجابة ممكنة. العزلة دي كلمة بتخوف ناس كتير. هو هنا بيتكلم عن أهمية إن الإنسان يقضي وقت لوحده مع نفسه، مش كوحدة سلبية مدمرة، لا، لكن كخلوة إيجابية بناءة. هدفها اكتشاف الذات بعمق ومحاولة إيجاد الإجابات اللي بندور عليها جوانا، وتقوية الإيمان بالنفس واكتساب الحكمة والسلام الداخلي من خلال التأمل والتفكير الهادي. يعني عزلة اختيارية بهدف النمو. بالظبط. والنص بيربط ده بشكل جميل بخلوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء كمثال أعلى وأسمى للممارسة دي وأهميتها. التحليل هنا بيقدم العزلة كأداة فعالة للاستبطان والنمو الروحي والنفسي. بيفرق بوضوح زي ما قلت بين الوحدة المدمرة اللي هي isolation وبين الخلوة البناءة اللي هي solitude. الخلوة دي فرصة عشان نصفي دماغنا من الضوضاء الخارجية الكتير ونتواصل مع صوتنا الداخلي ونفهم بشكل أعمق دوافعنا ومخاوفنا وأملنا. كأنها إعادة شحن. تماماً. والإشارة لخلوة النبي بتضيف بعد روحي مهم للممارسة دي، كأنها طريق للتواصل مش بس مع الذات ولكن يمكن كمان مع قوة أعلى أو مع حكمة كونية أوسع. الخلوة هنا بتتقدم كمصدر للقوة والبصيرة الداخلية. إذن لو حاولنا نجمع كل الخيوط دي في الآخر، إيه الصورة الكلية اللي بترسمها مقتطفات دي من الكتاب؟ رحلة بتبدأ بالاعتراف بالظلام والفقدان، بتمر بمعارك داخلية وخارجية عنيفة أحياناً، بتستكشف تعقيدات العلاقات الإنسانية بحلوها ومرها، بتناقش قوالب مجتمعية ممكن تكون ضاغطة، وفي النهاية بتوصل لمسارات واضحة للشفاء واكتشاف القوة والحكمة الداخلية. طب إزاي؟ من خلال قبول الذات واستخدام التحديات كفرص. يعني ما معنى كل هذا في نهاية المطاف؟ اللي بيميز الطرح ده في رأيي هو المزج المستمر بين الاعتراف بالهشاشة الإنسانية، ضعفنا يعني، والتأكيد في نفس الوقت على القوة الكامنة جوانا. الكتاب ما بيقدمش صورة وردية للحياة كلها سعادة وفرح، لكنه كمان ما بيستسلمش للسوداوية واليأس. هو واقعي جداً. بيأكد مراراً وتكراراً على أهمية الصمود والمقاومة، الوعي بالذات وبتأثير اختياراتنا وقراراتنا، الدور الحاسم للعلاقات في حياتنا سلباً وإيجاباً، ضرورة قبول عدم الكمال كجزء طبيعي من بشريتنا، والأهم يمكن من كل ده قوة المنظور. قوة المنظور تقصدي إيه؟ يعني إزاي بنختار نفسر الأحداث اللي بتحصل لنا؟ إزاي بنشوف الظلام أو الضعف أو العواصف اللي بتقابلنا؟ هل بنشوفها كعقبات نهائية بتقضي علينا؟ ولا ممكن نشوفها كفرص للتعلم والارتقاء والنمو؟ وهنا يمكن نرجع لعنوان الكتاب نفسه، إكستسي. هل ممكن تكون النشوة الحقيقية أو السعادة الغامرة اللي بيقصدها الكاتب
مش مجرد سعادة سطحية وفرحة وقتية، لكنها حالة أعمق بكتير من السلام الداخلي والرضا اللي بتيجي من فهم الذات وتقبلها بكل ما فيها، بالظلام والنور، بالضعف والقوة. هل تقبل الحقائق الصعبة دي كلها والتعامل معاها بوعي هو الطريق للإكستسي الحقيقي ده؟ ده سؤال مهم جدا للتفكير فيه فعلا، والكتاب بيقدم لنا 56 يوم من التأملات دي اللي بتساعد على الرحلة دي. ده بيخلينا نسأل، طيب وبعدين إيه اللي ممكن يكون في اليوم ال66 للشخص اللي قرر ياخد الرحلة دي بجدية ويطبق الدروس دي في حياته اليومية؟ سؤال جميل. ولو فكرنا في عنوان اليوم الأخير في المصدر اللي كان معانا، اللي هو اليوم ال65، تركت بصماتي على قلبك، ممكن نسأل نفسنا إيه هي البصمة اللي سابها استكشاف الأفكار دي عند كل واحد بيسمعنا دلوقتي؟ يمكن أكبر بصمة هي إدراك إن الشغل الداخلي ده، رحلة فهم الذات والشفاء والنمو، هي رحلة مستمرة ملهاش يوم أخير أو خط نهاية. رحلة مستمرة فعلا. وبكده نكون وصلنا لنهاية استكشافنا النهاردة لمقتطفات من كتاب إكستاسي 65 يوم لعبد الهادي الأمشان. بنتمنى تكون الأفكار اللي طرحناها والنقاش ده أضاف منظور جديد أو يمكن أثار تساؤلات مفيدة في رحلة كل واحد مننا.